انا خسرت شغلي بسبب متحرش، بسبب شخص من العمال اللي على سلم البارون كان بيمشي ورايا وكان بيحاول ان هو متحرش بيا. وانا ازيكم عاملين ايه؟ عملكم سبسكرايب ولا بنات؟ انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه فتاة اسمها مريم شوقي تتهم شابا بانه اعتدى عليها وحاول التحرش بيها داخل اتوبيس نقل عام في القاهرة. وتوثق الفيديو بنفسها. حسب الفيديو حاول الشاب انه يقطعها لفظيا وجسديا وحاول يعطل التصوير اكتر من مرة. الفتاة بتتحدث برضه عن تعرضها لمحاولات كتيرة سابقة منه في نفس الاتوبيس. خلال الساعات اللي فاتت تم القبض عليه من الجهات الأمنية تحديد هويته من خلال كاميرات المراقبة وفحص الفيديو. المتهم نعم التحقيق معاه ونسبة فيديو بديل وتحرير محضر. النيابة استندت الفتاة لسماع أقوالها رسميا في إطار التحقيقات. أما على ردود التواصل الاجتماعي وقع صار جدلا كبيرا حول السلوك العام داخل المواصلات. الناس انتقدوا إن محدش دخل من الركاب عشان يلحقها. زي ما انتم شايفين في اللقاء ده يتم سؤالها عن أكتر من حاجة. ما تنسوش لايك وسبسكرايب بالدعم. شوفوا فيديو جديد. سلام. علشان تجيب ريتش ولا عشان تجيب ترند انه انا شوهت؟ ما هو انا اللي هتشوه، انا اللي ممكن يجرى لي حاجه. فانا بيدعموني وبالعكس هم فخورين فيا انه تربيتهم ما راحتش. هقدر ان انا اتربيت ان انا اعرف اجيب حقي من مين وان انا اقدر اعمل ايه. وبالنسبه للناس اللي بتقول ملهاش اهل او ملهاش اب او الكلام ده، انا حقيقي ما عنديش رد على الكلام ده خالص، لانه هقول حاجه كبيره قوي عن اذهانهم ان كل اناء ينضح بما هو فيه.